هذا البرنامج برعاية سوداني. زيوت بترولين، الأفضل لأنها المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة، العديد من الفقرات. الفقرة الرئيسية هي تقييم لبطولة السودان للدوري الممتاز مع الكابتن محمد عطا. أهلا بكم. دعونا في البدء نتابع بعض الأخبار المحلية، حيث تشهد ملاعب نادي التنس بالخرطوم نشاطا رياضيا كبيرا، حيث اختتم الاتحاد السوداني للتنس بطولة الوفاء المفتوحة للتنس بمشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة للفئات المختلفة. كما قام الاتحاد بتكريم 3 من الرؤساء السابقين الذين أسهموا في تطوير لعبة التنس، وهما المرحوم بروفيسور عمر الأقرع والدكتور الفاتح حسب الرسول والأستاذ حسب الرسول محمد الطيب. من جهة أخرى يواصل منتخب السودان للناشئين للتنس الأرضي تحضيراته للمشاركة في بطولة شرق أفريقيا للتنس المقامة بتنزانيا في شهر يناير القادم. نشاطنا يعني مستمر طوال العام، والأسبوع الماضي اختتمت بطولة الوفاء المفتوحة للتنس، وقد كانت البطولة يعني ناجحة من جميع النواحي، وخاصة الناحية الفنية، حيث شارك في البطولة يعني قرابة 150 لاعب ولاعبة لمختلف الأعمار، حيث شاركوا في 11 منافسة، وهي سن 12 سنة أولاد وبنات، وسن 10 سنوات أولاد وبنات، و14 سنة أولاد وبنات، و16 سنة أولاد وبنات، بالإضافة لمنافسات الكبار فردي وزوجي الرجال وفردي السيدات. وفرزت العديد من اللاعبين الذين يعني ظهروا بمستويات فنية مميزة. وبالنسبة لنشاط الاتحاد الموسمي بصورة عامة، البطولة هي دي بتعتبر البطولة الثالثة يعني هذا الموسم، فقبلها كان في بطولة الجمهورية، وقبلها كان في البطولة الصيفية، بالإضافة لمنافسات التصنيف التي تنظمها لجنة التدريب شهريا. بالنسبة للمنافسات الخارجية، فبيستعد اللاعبون واللاعبات تحت سن 12 و14 و16 سنة للمشاركة في بطولة شرق وسط أفريقيا بتنزانيا، وهي مشاركة تقريبا يعني ظل السودان يشارك فيها بانتظام منذ فترة طويلة، ويعتبر السودان هو يعني المتزعم لنشاط التنس، وحائز على أغلب بطولات تلك المنطقة منذ أن كان نجمنا اللاعب نور الدين يحيى آدم، حيث مر بالمراحل السنية لهذه البطولة، وشقيقاته سماح وسامية كذلك، حيث يتزعمون نشاط التنس في تلك المنطقة. والآن هم طبعا يعني طلعوا من المراحل السنية، فبقوا يعني يشاركون في منافسات الكبار. ضمن التظاهرة الرياضية الكبرى التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، تتواصل هذه الأيام فعاليات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بالخرطوم، حيث وصلت المنافسة مراحلها الختامية، وأسفرت النتائج عن فوز الهلال على المكتبة القبطية أم درمان ب 83 نقطة مقابل 57.
كما فاز النادي القبطي العمارات على المريخ ب50 نقطة مقابل 40. وتقام بعد غد الأحد مباريات المربع الذهبي أو دور الأربعة، حيث سيواجه الهلال فريق النادي القبطي العمارات، بينما يلاقي المريخ فريق المكتبة أم درمان. وتختتم البطولة يوم الأربعاء القادم بمجمع اللواء محمد طلعت فريد بالخرطوم. في إطار منافسات التظاهرة الرياضية الكبرى بإشراف ولاية الخرطوم، وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، تجرى مباريتان في كرة السلة في الدرجة الأولى. وهذه البطولة شارك فيها الاتحاد منذ 11 نوفمبر الماضي في إطار 4 فئات: الدرجة الأولى ب8 أندية، الثانية ب10 أندية، الشباب ب12 نادي، والسيدات ب6 أندية، في مجموع 78 مباراة خلال هذه الدورة التنشيطية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم في إطار التظاهرة الرياضية. إن شاء الله في الأسبوع القادم الأربعاء القادم دعوة لكل محبي كرة السلة لحضور المنافسات النهائية بملعب اللواء طلعت فريد. بهذه البطولة ندشن نهاية الموسم على أن يبدأ الموسم الجديد إن شاء الله في بداية فبراير، بعد أن أكملنا تنقلات اللاعبين واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية. نأمل فقط من الجهات الرسمية والشعبية أن تعين الاتحاد في تسيير نشاطه، خاصة فيما يتعلق بمسألة صيانة الملعب والإضاءة، لأنها جزء من الهواجس التي تواجه الاتحاد طوال الفترة السابقة. لكن رغم ذلك نحن حريصين على استمرار النشاط بكل ما هو متاح، ونأمل أن تكون هذه الدورة رافد فني وإداري للأندية وللاتحاد، وعلى أن تستكمل كل هذه الإجراءات إن شاء الله ببداية الموسم وانطلاقته في يناير القادم. احتفل الاتحاد الوطني للشباب السوداني باليوم العالمي للإيدز، حيث أقام مهرجانا رياضيا كبيرا بملعب المصارعة بالحاج يوسف. شرفه بالحضور وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد الحفيظ الصادق، ورئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني الدكتور شوقار بشار، وعدد من قيادات العمل الشبابي والرياضي. اشتمل المهرجان على العديد من العروض الرياضية أبرزها الجمباز والمصارعة السودانية. سيأتي دي مصارعة خاص، مصارعة سودانية خاصة. نعم، إذا شوط أول للمصارعة السودانية، بداية قوية للإنتهاء الجولة. يا سلام، لف دوران، قوة، تماسك، صبا. طيب نحن قدمنا مصارعة الآن بشكل مختلف، نقدم الآن مشاركة بشكل متميز. نحيي القطاع الرياضي الذي ساهم معنا في هذه الاحتفالية التي نريد أن تتكرر في كل عام من شهر ديسمبر في هذا الميدان بإذن الله، أن نحتفي باليوم العالمي لمكافحة الإيدز. وفي الختام أشكر جميع الفعاليات والمنظمات، وأشكر جميع الأفراد من الناشطين ومن المهتمين والمتطوعين في هذا اليوم المبارك الطيب. ونحن أيضا نحيي السيد وزير الشباب والرياضة لسعيه
بحضوره وتشريفه لهذا البرنامج. نرجع ان شاء الله هنواصل يا حكم بعض الكلمات. بخصوص اخواننا في المصارعه، ان احنا بنتبرع بكاس لاتحاد المصارعه وجوائز تقدر ب 20 مليون لاتحاد المصارعه، وكاس لناس الجمباز ومعاهم 10 مليون. ده يا اخواننا، ودي امانه عشان انتم تبلغوا تقولوا يا اخواننا الفحص طوعي. الرياضه صحه للانسان وصحه لمستقبله. نسال الله سبحانه وتعالى لكم الصحه والعافيه، ولشباب السودان الصحه والعافيه، ويجعلكم ذخرا لهذا الوطن. نادي المريخ بالقضارف وتحت شعار الوفاء لأهل العطاء أقام مهرجانا رياضيا تكريما للكابتن عبد النور دفع الله نجم الموردة السابق ونجم منتخبنا الوطني السوداني السابق. شارك في هذا المهرجان النجوم الدوليون الذين لعبوا مباراة أمام نجوم القضارف كانت شيقة للغاية، شدت انتباه الجمهور، أبدع النجوم الدوليون في تقديم مهارات عالية في كرة القدم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عاطف بشير مراسل تلفزيون السودان من القضارف. احتفل نادي المريخ للتربية البدنية بولاية القضارف بتكريم الكابتن عبد النور دفع الله تقديرا لجهوده الكبيرة في تطوير العمل الرياضي بالولاية. الاحتفالية انطلقت بمباراة بين النجوم الدوليين بقيادة كابتن شوقي عبد العزيز ونجوم القضارف بقيادة كابتن محمد حجر. وحقيقة هذا تواصل الأجيال، أن يكون عندنا عدد من النجوم، وهذه عملية ممتدة من الخمسينات للستينات السبعينات الثمانينات التسعينات 2000 2010 وانت طالع، أن يشاركوا في تكريم زملائهم بالسفر أيا كان داخل الخرطوم أو خارجه. وعلينا على أنفسنا لابد أن نشارك في تكريم هذا الرجل الذي عمل لمدة 17 سنة في مدينة القضارف وتزوج منها وصار علم في مجال المراجعة العامة، وبالتالي لابد يكرم من قبل الرياضيين لما قدموا من جهد رياضي. نحن هنا في القضارف نحتفل به نحتفي به لكل ما قدموا للقضارف من جهد، سواء كانوا في إدارة ولو كان في ملاعب ولو كان في محاضرات وكان راجل موسوعة يجب الاحترام به، وهذا ديدا الناس في القضاء. وفاء وتكريما للمدرب الغدير عبد النور دفع الله لما ظل يقدمه لمدينة القضارف طيلة 18 عام دون كل ولا مل. ويجي هذا الاحتفال وفاء منا كأسرة نادي المريخ الرياضي لما قدمه لنا في نادي المريخ، وبإذن الله تعالى سوف يكون هذا بمثابة أول الغيث نطمع في المزيد من النجاحات بفضل الله وبفضل التعاون المشترك بيننا وبين نادي المريخ العاصمي، والذي لم يبخل علينا أبدا في يوم من الأيام. ونحن إن شاء الله بإذن الله سوف يكون هذا العام هو عام النجاح. عدد من رموز الرياضة بالولاية أشادوا بالدور الكبير للكابتن عبد النور في دفع المسيرة الرياضية بالقضارف. الواحد ما قادر يعبر عن ما يجيش يعني في صدره من أحاسيس شتى، ولكن أقول لهم جميعا شكرا جزيلا، وشكرا للنجوم الدوليين الذين عطروا سماء كرة القدم السودانية، وهم اليوم يعني يقدمون هذه الروائع التي يعني يتجاوب مع الجمهور في ذكريات الزمن الجميل. شكرا جزيل، شكرا للجميع. هذا وتواصل احتفال التكريم بحفل مسائي بنادي المريخ شاركت فيه كافة الفعاليات الرياضية بالولاية. لاعب فريد في كل شيء، كابتن عبد النور يعني الذي قدم كثيرا للسودان والموردة ولمدينة القضارف. أنا اليوم تكريم يعني تكريم لشخص يعني قدم لهذه المدينة الكثير، وده يدل بأنه يعني الرياضة لها رسالة كبيرة، رغم أنه هو عمله الأساسي في ديوان المراجعة العام، لكن
عمل علاقات قوية جدا في مدينة القضارف، وخير دليل يعني اليوم الحضور الجماهيري الكبير اليوم الحضر لهذا التكريم. مهرجان تكريم الكابتن عبد النور الذي جاء بمشاركة النجوم الدوليين يأتي تأكيدا للتواصل الرياضي ولوفاء أهل القضارف. عاطف بشير، تلفزيون السودان، لبرنامج عالم الرياضة. كان هذا هو تقرير الزميل عاطف بشير من القضارف حول تكريم الكابتن عبد النور نجم المورد السابق ونجم منتخبنا الوطني السوداني السابق. بعد هذا الفاصل ندخل إلى أولى الفقرات الحوارية. تنظم وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية هذه الأيام أسبوع السلام والوحدة العربي تحت شعار بالسلام نبني الأوطان، ومنتدى الرياضة والسلام تحت شعار الرياضة عنوان السلام برعاية وزير الشباب والرياضة الاتحادي الأستاذ عبد الحفيظ الصادق. للحديث حول هذه التظاهرة الشبابية يسرنا أن يكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ بدر الدين إسحاق مدير الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة الاتحادية، والأستاذ محمد البياتي رئيس الوفد العراقي من العراق الشقيقة. أهلا بكم. والضيف أول نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ بدر الدين. مرحبا بك أستاذ رضا، التحية لك وللتيم العامل ببرنامج الرياضة. خطبت بالأمس فعاليات أسبوع السلام والإخاء العربي. قبل أن نذهب للختام دعنا نتدرج في الحديث. شعار الأسبوع وشعار المنتدى يحويان كلمة السلام، ما الغرض من ذلك؟ والله نحن نقول انه هذا يعني الاسبوع بياتي دوما كل عام بشراكه مع جامعه الدول العربيه لتحقيق جمله من القضايا. اول قضيه كانت قضيه السلام، ونحسب انه قضيه السلام من ضمن القضايا الرئيسه على مستوى بلدنا، وبلدنا مسخره ببعض الجراح في بعض المناطق، فحرصنا جدا بانه من خلال هذا الاسبوع نعد شباب سوداني لترسيخ مفهوم السلام ولبناء ثقافه السلام. ومن تحسب انه ده من ضمن الاليات المجتمعيه الغير حكوميه اللي بتقوم بها منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعيه الممثله في شبابنا وقياداتنا الشبابيه على مستوى الولايات المختلفه، عشان ما نجعل من هذا مفهوم يعني قيمه حقيقيه مجتمعيه يتداول بها الشباب يعيشوا على ضوءها. ده الشق الاول. الشق الثاني فيما يتعلق بالاخاء العربي، بنحسب انه برضه الاسبوع العربي هو عباره عن نحن بنتكلم عن السودان عندنا مكون ثقافي عربي، مكون ثقافي افريقي، فنحن جينا من خلال هذا العنوان عشان ما نقول والله اسبوعنا ده اسبوع لتعزيز اواصر التواصل والاخاء بيننا وبين الاخوه على مستوى العالم العربي، وشباب العالم العربي كانوا ممثلين معنا عشان نخلق شراكه حقيقيه مع شباب السودان عشان ما نبث ثقافه هذا السلام. ده المدخل حقنا لاسبوع. نعم. طيب استاذ محمد البياتي، نرحب بك في بلدك الاول نقول السودان وليس الثاني. مجموعه من الاهداف وضعت خلال الفعاليتين المنتدى والاسبوع، هل برايك تلمست تحقيق لهذه الاهداف؟ بدايه اشكركم واشكر التلفزيون السوداني، ومن هذا المنبر احييك واحيي السيد بدر الدين وجميع المشاهدين واقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا الاهداف كثيره من هذا البرنامج، وهذا البرنامج طبعا مفعم وعنوانه كبير وعريض، وخاصة في هذه الظروف والأجواء التي يمر بها البلدان العربية والبلدان الإسلامية كذلك. هناك ضغوطات وهناك تحديات فكرية وثقافية يمر على الذهن الشاب العربي، وهناك إعلام مضلل أحيانا وقنوات إعلامية، فجاءت مثل هكذا ملتقيات ومنتديات في الوقت المناسب، ورأينا ريادة وحسن أداء من قبل وزارة الشباب والرياضة في جمهورية السودان العربية، والالتفات الرائعة من قبل الجامعة العربية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة السودانية لتدارك الوضع، لتفويت الفرصة على الأعداء والمتربصين، لحل جميع الخلافات، لأن
تعلمون هناك أمور كثيرة تجمعنا، نحن الشعوب العربية، نحن لغتنا واحدة، موروثاتنا، حضارتنا واحدة، والأصل هو السلام والخير في كل البشر. فكيف نحن العرب هناك يجمعنا الإسلام، يجمعنا الدين الواحد، الرسول الواحد، القبلة الواحدة. وأما في جانب الرياضة أصبحت اليوم ملاذا جيدا واستقطابا للشباب، لكل الشباب والشباب العربي. ففي الرياضة يجتمع كل الدول العربية تحت عناوين متفرقة. وكذلك رأيت شيئا جميلا في جمهورية السودان العربية، على عكس ما سمعناه هناك رياضة يجمع ابن دارفور مع ابن ولاية خرطوم وولاية النيل الأزرق. رأيت اندفاعا جميلا من الشباب السوداني، وكذلك الوفود العربية المشاركة في جمع ولم شمل جميع الشباب العربي، لأنهم قادة المستقبل، هم الذين سيصنعون مستقبلا لأطفالنا. فإن شاء الله نتأمل برامج أخرى من الجامعة العربية أسوة بالبرامج التي تقدمها وزارة الشباب السودانية إن شاء الله. يعني في من خلال حديثك التقطت كلمة إعلام مضلل. أنت قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة ذكرت أن سألتك عن السودان، ذكرت أشياء أريد أن تذكرها، يعني لم تذكر لي بالتفصيل، لكن قلت لي ليس كمن رأى كمن سمع. نعم. وذكرت الإعلام المضلل، هنالك رابط بين هذه وتلك. نعم. تعلمون الآن الإعلام أصبح الوسيلة الأكثر تأثيرا على سلوكيات نفوس الشعوب وخاصة الشباب. فأصبح الشاب لا يلتقي مع الشباب الآخرين إلا عبر قنوات الإعلام أو التواصل الاجتماعي. نحن في العراق كما حال عندنا الإعلام ظالم للشباب العراقي وللشعب العراقي، كنا نسمع أخبار وقد نرى بعض اللقطات في بعض الفضائيات المغرضة عن الشعب السوداني والأحداث التي تجري. فحتى كان هناك تحذير بالنسبة إلى سفرنا من قبل أهلنا، ولكن تحدينا وقلنا نحن لدينا تجربة في العراق، ما دام الإعلام ظالم للشعب العراقي وما دام هناك تعاون وصلة وثيقة بين العراق والسودان في مجالات كثيرة وتحديات كثيرة، إذن نفس الإعلام الظالم للشعب العراقي والشعب العراقي أكيد سنراه ظالما للشعب والشباب السوداني. فرأينا سبحان الله عكس ما سمعناه، رأينا اندماجا، رأينا حركة، رأينا تفاعلات، رأينا نشاطات، ملتقيات، رأينا سلام فوق السلام، محبة رأينا، يعني المحبة تأتي بعد السلام. رأينا المحبة وإن شاء الله تعم هذه المحبة عن طريق السودان كل البلدان العربية إن شاء الله. أستاذ بدر الدين، مدير الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة، المحور الأساسي في هذا الأسبوع هو أساسيات بناء السلام. إلى أين وصلتم في البناء؟ نقول والله نحن حقيقة حرصنا جدا على انه نقدم تجربة جديدة. التجربة الجديدة انه نعزز من قدرات الشباب حقنا على مستويات مختلفة. فاستهدفنا جملة من الولايات، استهدفنا ولايات دارفور الخمس، وسط وشمال وشرق وغرب وجنوب دارفور، استهدفنا ولاية جنوب كردفان، ولاية النيل الازرق، ولاية كسلة، عشان قلنا عايزين نقدم تجربة جديدة بتاع التلاقع فيما يتعلق بمنهج سوداني يتوافق ويتواءم مع ثقافتنا. من خلال هذا المنهج يساهم الشباب حقنا في تقديم نموذج لبناء سلام محلي قاعدي على مستوى قاعدي يجد القبول والرضا من المجتمع المحلي الموجود. ثم من بعد ذلك حاولنا نحرص انه نجيب جزء من شباب الدول العربيه يساهموا معنا عشان ما نتشارك تجارب بتاع الدول العربيه فيما يتعلق ببناء السلام. وتعلمون يعني ويعلم اخي البياتي يعني نحن مسخنين بالجراح في اليمن، في العراق، في سوريا، في السودان الى اخره. فقلنا عايزين نقدم مساهمه شبابيه من شباب الوطن العربي في انه نساهم مع قياده بلداننا، مع حكوماتنا، في انه نقدم نموذج محلي واقعي عملي من خلاله نعزز به رساله السلام. النموذج ده نحن حقيقه قدمنا الماده نفسها ماده مجمع عليها على مستوى العالم بتسمى اساسيات بناء السلام، ماده مجازه من الامم المتحده كماده
بتراعي التنوع الثقافي، بتراعي التنوع الديني، مادة بتعمل على تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم بأنه يقيموا ويحققوا السلام المجتمعي دون تدخل الحكومات، باعتبار أنه الحكومات إلى حد ما عاملة ثقة في بعض المجتمعات المحلية مع الحكومات متباعدة، فحاولنا نقول والله نحن نقيم هذا الأمر ونحقق هذا السلام بمكونات محلية تجد الثقة والقبول المجتمعي على مستوى الولايات المختلفة. ونحسب أن التجربة كانت تجربة ثرة جدا وجميلة جدا، وقدموا شبابنا من الولايات تجارب محلية حازت رضا اخواننا المدربين وحازت رضا اخواننا على مستوى الدول العربيه، ونقول والله دي مساهمه طيبه جدا من جامعه الدول العربيه رفضتنا بهذه السانحه عشان ما شبابنا يعبروا عن حاجاتهم، عشان ما شبابنا يعبروا عن نماذجهم وتجاربهم المحليه اللي بتساهم في تعزيز السلام. نعم. طيب الشباب يريد ان يعبر كما ذكرت انت، لكن استاذ محمد البياتي الشباب العربي مكبل بالعديد من القضايا والمشاكل والصعوبات التي تواجهه. ماذا فعلتم أنتم كقيادات للشباب في الدول العربية لفك هذا القيد عن الشباب حتى ينطلق إلى آفاق أوسع؟ نحن يعني نرى صحيح هناك تكبل وهناك تكبت أحيانا، وهناك في الأحيان حرية مفرطة، يعني هناك حرية مفرطة، حرية سلبية. أنا بدوري أرى أنه أكثر عمل وأكثر قضية يجمع الشباب العربي تكون لقاءات مباشرة. قضية اللقاء والحوار المباشر والتواصل المباشر أحسن بكثير، حتى أثبت العلم أنه الفيس تو فيس. فعندما نجمع قضية الكشاف العربي مثلا، نفعل قضية الكشاف العربي، قضية العمل الطوعي العربي، مخيمات العربية، الهدف الأساسي من عند نتاجه هو الحوار المباشر واللقاء اليومي والسكن معا، التسوق معا، طرح فكرة معينة. عندما يلتقون تعلم أثناء الحوار يخرج الأفكار، تتبلور أحسن. فعندما تكون فقط عبر الجرائد أو الصحف أو مجالات الفيسبوك أو تويتر أحيانا حتى لا يكون هناك تفاعل جسدي. بينما عندما يتحاور شباب من بلدان المغرب العربي مع بلدان أفريقيا العربي